السلام عليكم خوتي خواتاتي الجزائر والجزائريات، تحياتي لكم، مرحبا بكم في قناتكم قيامة الدولة الجزائرية. المهم يا خوتي، اليوم راح نتكلموا على أهم المواضيع اللي هي نقوص الخطر يدق باب المغرب، وهو مرض البوحمرون. في المروك يا خوتي كاين تسجيل عدة وفيات، وكاين كذلك إصابات كثيرة، يعني تجاوزت 25,000 إصابة. وكما راكم تشوفوا خوتي، هذا البوحمرون في المروك تحول من داء إلى وباء. يعني يا خوتي الحالة مريش تشكر في المروك. بعد ما شفنا سابقا انتشار لمرض السيدا، اليوم البوحمرون في المروك. راح نسمعوا تصريحات تاع بعض المواطنين واش راه صاري في مملكة جوحة السادس. حضيو وليداتكم بوحمرون، بالاخص في هذه الفتره. راه ما نقول لكمش، كانت بنتي مريضه ديتها، عرفتي شحال د الوليدات جايين ايغجون مرادين بوحمرون. راه ما يمكنش. بالاخص هو راه ماشي كما كيقولوا كيبان في الجلد، كيبان داكشي حمار. هو راه مازال راه التنفسي كيضرب الجهاز التنفسي، يعني خص ضروري الواحد يرد البال. هو بحال الا كان حاديه من كوفيد ولا حاديه من لا غريب، يعني هو كيكون في الهواء قبل ما يدوز للدم ويعطي ديك الحموريه. تشوفي ولدك مريض ولا بنتك مريضه، هزيها ديها شوفي مالها، ما تبقاوش جالسين. راه ما يمكنش. شحال ديال لي كا اورجون جايين بوحمرون، بزاف عرفتي. راه ما يمكنش. و ما دايروش لولدها تلقيح وداكشي، تمشي دير ليه الفاكسان ديالها تشوف. راكم تسمعوا خوتي، وزيد تكلمت على التلقيح. راح نقول لكم معلومة راح تسمعوها من عند مروك يا خوتي فيما يخص التلقيح في مملكة المروك. اسمعوا لي يا خوتي. يجب توقيف تلقيح بوحمرون منتشر، إناث مرتفعة، بمعنى أنكم تحورون مساقط الوالدين، تحورون. والمتحورات باين بأنكم درتم متحورات خطيرة، وهذا هو الهدف. إذا خصنا نبقاو دابا، نبقاو نقتلوا في المغاربة تدار المناعة الجماعية. والمناعة الجماعية ما غاداش دار. علاش؟ حيت ديجا عطاتنا التحور، عطانا دي فيرسيون فيرولونت. عطانا دي فيرسيون فيرولونت. صعيب اننا نخلقوا مناعة جماعية بالنسبة للسلالة الجديدة ديال بوحمرون، ولا ضد السلالة الجديدة ديال بوحمرون. هذا هو النقاش العلمي. وفينا ما دوك الواعرين؟ يلا فينا داك لافيراي ديال اللجنة اللا علمية؟ خرجوهم من التواصل، خرجوهم يفسروا علاش كاين ارتفاع ديال الإماتة. خرج وزير الصحة، خرج من داك البيرو، خرج. اليوم كاينه الاباده. اليوم كاينه الاباده. حتى شي واحد ملي كيدوي ليا غير على الخوال الخاوي. الوقايه، ملي تكلمت على الوقايه، منين هضرنا على بوحمرون، اش قلت لكم اليوم؟ بان العلاج ما كاينش، وبان الحل هو الوقايه، اللي خاصه ان ما كاينش غير هادو، ما كاينش غير HMPV والميكوبلازم والانفلونزا والكوفيد. راه كاينين مصائب اخرى، راه كاين السيدا، كاين السل، كاين الامراض والفيروسات التي تنتقل جنسيا. اصحابو تيقتوهم ملي قال لك بانهم غيقضيو على السيده. قال لك غيقضيو على السيده في امتى؟ فوق 2030. ها ما بوحمرون هما واحدين فيه، وهما اللي تيديروا، ماشي واحدين فيه. قال لك المونديال. يلا هادشي اللي واقع اليوم في بوحمرون، هذا راه من شأنه. دار اعاده النظر في التنظيم ديال المغرب المونديال. منين عندك وباء؟ نتوما كتنشروا في وباء، نتوما كتصنعوا في وباء بلقاحات، وحتى شي واحد ما بغى يسمع. اذا شنو هي حرب بيولوجيه؟ حتى شي واحد ما خارج يتكلم. حرب بيولوجيه اليوم، كاينه حرب بيولوجيه في البلاد.
يجب السحب، يجب ايقاف اللقاحات. سمعتوا يا خاوتي واش كاين في المروك بالنسبه للقاحات يا خاوتي اللي راهم دايرينهم في المروك؟ هو اللقاح تاع البوحمرون، ستادير هو اللي يزيد من نسبه او من عدد الاصابات في المروك. على جلواش باش يتهربوا من المونديال وباش يتهربوا حتى من كاس افريقيا، لانه على بالكم على انه الملاعب في المروك هي ملاعب ما راهيش واجده، والمروك كما على بالكم المديونيه كبيره، وعلى بالكم على انه المروك عندها اغنى ملك في العالم، وبالتالي ما يساعدوش هذه الامور، ما يساعدوش لانه راح يخسر كثر يا خاوتي. هذا ما تساعدش محمد السادس. راح نزيدوا نسمعوا كذلك لطبيب مروكي خاوتي. دائما نحكوا غير على المراكه، راح نحكوا على المروك ودائما في نفس الموضوع اللي هو البوحمرون في المروك. فانا قلت لكم ان 107 ديال الناس ماتوا، وان النص منهم دراري وبنيات صغار قل من 12 عام. راه هاد بوحمرون هادي راه كتقتل. والسبب الرئيسي علاش كاينه هاد القضيه حيت الناس ما بقاتش كتاخذ التلقيح. واش انت الفارسي لقحتي على كورونا؟ لا صافي لا. واش ولدي غادي نعطيه التلقيح ديال بوحمرون؟ الناس ما بقاتش كتاخذ في التلقيح، وهذا خطر كبير. المشكل بدا في جهه سوس ماسه، ودابا داز في الجهات كاملين في المغرب. 12 جهه رجع كيدوز فيهم، وهذا راه مشكل بزاف. والحل الوحيد راه ماشي هو الانتيبيوتيك، هذا فيروس، والفيروس كيقيس الدراري الصغار، وملي كيقيس الدراري الصغار هذيك العدوى كتقيس الدراري، كتقيس وكتبان قبل ما يبان البوحمرون، قبل ما يرجع كامل العمر بالطبايع. كتقدر تقتل ورجعت كتقتل، حيت ما كناخذوش وما كنعطيوش للوليدات التلقيح. هذه كنقولها وغادي نعاودها، ركزوا لي على هذه القضيه، الله يرحم الوالدين، راه مهمه. الناس كتموت، سيروا عند الطبيب ديالكم. كاين جوج ديال التلقيحات كيداروا في الشهر التاسع، وكيداروا في عام، وكيداروا في عام ونص. صح خاوتي. دركا وين نروحوا عند جريدة هيسبريس. جريدة هيسبريس واش كتبوا خاوتي؟ كما راكم تشوفوا في المقال امامكم اللي راه ظاهر امامكم على الشاشة. اليوبي يعلن تحول بوحمرون الى وباء في المغرب مع تسجيل 120 حالة وفاة. 120 حالة وفاة يا خاوتي، هذه برك غير في أسبوع فقط. يشهد المغرب وضعية غير عادية لانتشار داء الحصبة المعروف في الأوساط الشعبية باسم بوحمرون، حيث سجلت 25,000 إصابة و120 وفاة منذ شتنبر 2023. وقال محمد اليوبي مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إن الوضعية الحالية لانتشار داء بوحمرون لدى المغاربة يمكن أن نطلق عليها وباء، مؤكدا أن الوضعية هي غير عادية منذ شتنبر 2023. يعني من بين الأسباب يا خوتي تاع المرض تاع البوحمرون، وعلى بالكم على أنه المرض البوحمرون يطاكي مباشرة جهاز المناعة، نفس داء السيدا، ولكن بالنسبة للبوحمرون يصيب الفئة الكبيرة اللي هي الأطفال يا خوتي. هذا واش صار في المروك بالنسبة لحديث الساعة هو البوحمرون. كما قلت لكم على أنه حتى من الناحية تاع المعيشة، كما على بالكم على أنه المروك ما راش ياكل مليح. المروكي خوتي، المروكي ما راش ياكل مليح. تخيلوا يا خوتي أنه المروكي لما لكل واحد تطير له سردينة خوتي، سردينة في العام. يعني كي داروا إحصائيات في المروك لقاو باللي أنه المروكي ياكل عنده حق تاع سردينة واحدة في العام. تخيلوا يا خوتي، يعني نسبة تاع الفقر وكذلك بالنسبة للأوضاع المعيشية. وكما على بالكم يا خوتي كان كاين ثاني واحد المقال يتكلموا حتى على أنه حتى المراحيض أكرمكم الله في المروك كاين اللي ما عندوش يا خوتي، كاين اللي ما عندهمش طواليت في الدار، كاين اللي ما عندهمش طواليت. 3 ملايين يا خوتي، 3 ملايين مواطن مغربي، نحكي على العائلات اللي ما عندهمش مراحيض في البيوت. يعني حالة كارثية في المروك للأسف، مع أنه نسمعوا دائما منار سليبي وغيرهم من الدكاترة يتكلمون على أنه
المغرب هرب، المغرب قوة، والمغرب اقتصاد، والمغرب معروف كذلك في المنظومة الصحية، وكينافس الدول الأوروبية وكذا وكذا وكذا. نسمع دائما هذه الترهات عبر لسان أو عبر الإعلام تاع الزريبة خوتي. كذلك هذه نحكي لك على من جانب تاع المروك، صحيفة هيسبريس راهي مروكية خوتي. نزيدكم يا خوتي الجريدة أو عبر قناة الحرة. دقيقة برك خوتي، دقيقة برك، راهي شوية كونيكسيون شوية ناقصة. كيما راكم تشوفوا خوتي في المقال، راكم تشوفوا فيه أمامكم المقال جاء بعنوان 120 وفاة و25 ألف إصابة. كشف مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد دليوبي أن داء الحصبان بوحمرون تحول إلى وباء في البلد. كما راكم تشوفوا خاوتي هذا مقال كذلك في قناة الحرة، تقدروا تشوفوا خاوتي، راهم في البي بي سي، في الجزيرة، في السكاي نيوز، يعني مواضيع تتكلم على البوحمرون. وكما على بالكم على أنه المروك كما يقولون على أنه بلد سياحي، وكما على بالكم على أنه انتشار هذا الداء أو هذا الوباء في المروك السياحة خاوتي. لما نحكيك على السياحة راح يولي وباء عالمي، لأنه راح كاين هذا المرض راح كاين في المروك، يعني انتقال هذا المرض. يعني كيفاش أنه المروك اليوم راح ينظم كأس إفريقيا وراح ينظم كذلك كأس العالم. يعني هذا خطر، هذا خطر على كامل دول العالم اللي رايحة تجي وتحضر وتشوف وتاكل طاكوس تاع صبيحة. يعني يا خاوتي أنا ما فهمتش في المروك، ما فهمتش كيفاش رايحين ينظموا. فهمونا خاوتي، هذه أقوى منظومة صحية في العالم، الشعب يعاني، الملك يروح يتنزه في فرنسا خاوتي، يروح يلبس السروال اللي فيه الورد، يروح يحوس، يدي معاه وليده وبناته وكذا، والشعب يا خاوتي راه عايش الويلات. أغنى ملك في العالم، أفقر شعب على وجه الأرض اللي هو الشعب المغربي. احنا هنا من هذا المنبر احنا رانا ما راناش نستشفاو، رانا بالعكس رانا نوصلوا الصوت أو صوت الشارع المغربي، لأنه هذا الإعلام تاع الزريبة راه يغطي على هذا الحدث، لأنه أنا نسميه حدث في المروك، كارثة خاوتي. ومن بعد يجيك ويقعد يعاير لك في الجزائر طوابير، انتم بلد بترولي والشعب فقير. احنا رانا الحمد لله خاوتي، رانا الحمد لله. صحيح عندنا نقائص ومازال كاين نقائص، كاين الفساد في البلاد، كاين كذا، ولكن الفساد اللي راه في المروك والكارثة اللي صاريه في المروك ما يعلم به غير ربي. المهم خاوتي كما راكم تشوفوا راني نقلت لكم واش راه صاري في المروك فيما يخص البوحمرون. انا على كل حال نتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى على انه يشفي ويبعد كامل هذا المرض على كامل الامه العربيه وكامل العالم يا خوتي. المهم خوتي نتلاقاو في فيديو اخر، ما تنسوش برك لايك والبارطاج خوتي. تحياتي لكم، تحية الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الابرار. دمتم سالمين.